ايضا نحكيو اداريا، كيفاش تعامل النادي الافريقي اثناء مع الفريق، مع تسيير الفريق، مع الجانب الاتصالي وفي كل ما عنده علاقه بالتسيير اليومي. اللي كان ينقص النادي الافريقي هو الاستقرار الاداري. تذكروا النادي الافريقي في الاشهر الفارطه والسنوات الفارطه الكل ما نسمعوا الا اخبار غسيل داخلي منشور، اخبار نتاع المنع نتاع الفيفا، ديون النادي الافريقي مليارات ومليارات، معناها تسجيلات صوتيه، مشاكل نهار الكل، واحنا معناها في مواضيع جانبيه تخلي لاعبي النادي الافريقي يولي نظرهم يمشي لبلاصه اخرى الا الكره. اللي صار توا انه النادي الافريقي بعد الانتخابات اصبح تحت اداره الدكتور طرابلسي، اداره مستقره، ما عادش فما فوضى في التصريحات، عامل نطق رسمي اللي هو هشام مناعي، يتعامل بهدوء بكل معناها ثقه في النفس، انتدابات مدروسه على قد الكساء يمد ساقي، معناها ما فماش انتدابات عشوائيه جيب على بعضه بمبالغ ماليه ولاعبين احيانا يكونوا مش حاضرين، اسماء فقط كما تشوفوا بوقر، الحرزي، شوات، لاعبين اللي هما معناها الملاعب اللي تحطه يلصق في بلاصته ويعطي الاضافه. كما قلت اللي كان يقص النادي الافريقي هو الاستقرار الاداري والتركيز على اللعبه فقط. اللي قاعد يعيش فيه توا يعيش في احلى ايام حياته النادي الافريقي حاليا بعد السنوات العجاف. ديون النادي الافريقي تقريبا ولات اقل من مليار، كانت مليارات، وكان النهار كله هو يعاني في منع المنع من عند الفيفا. ما نتصورش انه النتائج هذه تجي بالصدفه، ما تنجم تجي الا بالتخطيط المحكم، وانا اعتقد ان النادي الافريقي على الطريق الصحيح.